إمام عاشور وآدم وطني والقصة الكاملة اللي حصلت. وأنا بالنسبة لها يا جدعان آدم وطني ده، أنا والله العظيم الواحد زهق منه، أقسم بالله مش عارفين نعمل معاه إيه. أنا مش والله العظيم مش عارفين نعمل إيه. أنا مش عارف أعمل معاه حاجة. أنا والله العظيم مش عارف نعمل إيه معاه. بقى علينا وسام، بقى علينا محمد عبد المنعم في قصة برضه مصطفى محمد. يعني أنا مش فاهم والله يا جدعان. أنا خلاص قضيت من آدم وطني. يعني آدم وطني يعني بيقول هو طلع اصلا بيقول امام عاشور مش هيكمل في النادي الاهلي. طب انت مين اصلا عشان تقول الكلام ده؟ وغير كده انت اصلا فين العرض اللي انت جايبه علشان تقول الكلام ده؟ انا لغايه دلوقتي اعتقادي الشخصي وان شاء الله يحصل. إيه ان شاء الله امام هي ممكن يجدد مع النادي الاهلي، وادم مواطن ده يغور في داهيه بقى شويه عشان انا زهقت منه بجد. يعني هو امام عاشور هو عايز فلوس زياده، هو عايز فلوس زياده. امام عاشور ومش عايز، هو عايز يمشي، هو مش عايز يمشي وادم وطني بيقول لك عايز يمشي. فانا مش عارف اصدق مين، اصدق مين وما اصدقش مين. فانا مش عارف والله. مش عارف. فانا والله العظيم مش عارف اعمل ايه بعد ادم وطني ده. فان شاء الله الدنيا تخلص على خير وامام يجدد كده ايه، والدنيا تتحل ويكون كده. انت عارف الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تحط لك اشتراك في القناه وساعة